السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي وصفة جديدة. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم طريقة تحضير البانكيك. هذه الوصفة تجي رائعة، من اسهل واروع الوصفات اللي تقدروا تحضروهم يعني في ربع ساعة وانتم حضرتوا هذا البانكيك. يجي قطني طري بزاف خفيف، وبالاخص يعني بزاف بنين ويعجب الكبير والصغير. بالنسبة للتزيين انا كنت درت له كريمة البندق، وكان اللي درت لهم شوكولا اتاختيني ورافقتهم على فخاز كما تعرفوا، يعني راه الموسم تاعهم. وانتم بيان سور التزيين يبقى اختياري. اذا نقولكم غير تبعوا هذه الوصفه حتى الاخير، فريمون وصفه سهله وبزاف بنينه. اذا نبداو على بركه الله. لهنا غادي نبدا نحضر الخليط. في وعاء حطيت 2 حبات بيض يكونوا على درجه حراره المطبخ، زدت معاهم رشه نتاع الملح، ونضيف لهم سكر الخاشن. بالنسبه للسكر الخاشن درت حوالي 2 مغارف كبار معمرين. انا لهنا ما نبغيش نكتر فيهم السكر هكا باش يعني الحلاوه تكون معتدله. يعني ديجا التزيين غادي نديرو يعني شوكولا ولا كريمات هكا حلوين، سورتو يعني الا درتو المربى ولا العسل دونك غادي تجيكم الحلاوه هذيك هي. اذا هنا اون فوي خلطت مليح المكونات في رحبه حتى وين حسيت هذاك السكر داب لي شويه مع البيض. في هذه المرحله نروح نجيب 4 كاس تاع الزيت، اولا ديروا حوالي 4 مغارف كبار تاع الزيت. بالنسبه للمقادير كاع تلقاوني كاتبتهم في صندوق الوصف. اللي ما تعرف صندوق الوصف كما العاده يعني تضغط غير على العنوان تلقاهم كاع مكتوبين لتحت. بعد ما زدت كملت خلط مليح، جبت كاس تاع حليب يكون دافي. بالنسبه للكاس هذا يرفد لي 250 مليلتر. اذا خلطت مليح، وبعد ما غادي ينسجموا لي كاع المكونات تاوعي في رحبه، غادي نروح نجيب الفارينه اولا الدقيق الابيض. ندير 250 غرام تاع فارينه. دونك بالنسبه للمقادير تاع الفارينه وتاع الحليب غادي يكونوا نفسهم. الا درتو 250 ملي حليب ديروا 250 غرام فارينه كما قلت لكم. لهنايا زدت حوالي نصف كيس خميره كيميائيه. شوفوا لهنا كي كنت ضفته يعني ما صورتش هذاك المقطع. دونك درت 250 غرام فارينه، نصف كيس خميره كيميائيه حوالي 5 غرامات، وبقيت نخلط مليح حتى وين تحصلت على هذا الخليط اللي يجي ناعم كما راكم تشوفوا. لهنا راه ليس وخفيف شويه في يد، يعني الخليط هذا ما يجيش خفيف بزاف وما يجيش تاني ثقيل. اذا ما غاديش نخلي الخليط تاعي يرتاح ولا يخمر ديريكتومون. كنت حميت الطاجين ولا ديروا فيه مقله ولا اون كريبيير، يعني وين ما راكم موالفين طيبوا لي كريب تاعكم. وبقيت نعمر بهذه الطريقه. شوفوا لهنايا بالنسبه للدوائر اولا الحجم تاع الحبات نتوما تحكموا فيهم، تبغوا ديروهم دي ميني بانكيك ولا ديروهم بحجم متوسط ولا كبار. دونك لكم الاختيار. انا درتهم يعني نص نص، ما كبار بزاف ما صغار بزاف. ولهنايا بالنسبه للطاجين انا كنت سخنته مليح. مي كي تجو تفرغوا الخليط تاعكم ضروري تنقصوا النار باسكو بالخف يدوكم تحميره كيما راكم تشوفوا. وتانيك بالنسبه طريقه الطياب تاع هادو لي بانكيك ما تقارعوا لهمش من الفوقه، يعني ينشفوا كيما نطيبوا البغرير كي نحطوه كي نشوفوه نشف من الفوقه عادك نقلعوه. لهنايا غير تشوفوا الاطراف تاع الحبه تاع البانكيك تاعكم نشفت شويه، تروحوا ديريكتومون تقلبوا الحبه هكا باش ما يتحمروكمش بزاف. وبيان سور يطيبوا على جهتين، يعني حمروهم على جهتين. اذا لهنا انا غادي نكمل نطيب كاع الحبات بنفس الطريقه. شوفوا بالنسبه طريقه الطبخه تاعهم بزاف سهله، ما تديش معكم كاع وقت. اذا فوالا انا لهنايا بعد ما كملت طيبتهم كاع زينتهم. كاين اللي درت لهم كريمه البندق وكاين اللي درت لهم شوكولا اتاختيني. كما تنجموا ديروا سكر ناعم، ديروا مكسرات، ديروا كونفيتور اولا المربى ولا العسيله، يعني لكم الاختيار في التزيين. وكانت هذه هي الوصفة تاع البانكيك تاع نهار اليوم. وصفة سهلة وسريعة التحضير، يعني ربع ساعة وانتم وجدتوها. تبغوا ديروها الفطور الصباح ولا للمساء تفرحوا بها وليداتكم. فريمون تجي بزاف بنينة وبزاف خفيفة. دونك ان شاء الله تكون عجبتكم. ما تبخلوناش غير بجمال لا فيديو، والى الملتقى في وصفة جديدة ان شاء الله. سلام.